السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو السبب الذي يجعلنا نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. ولذلك دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى حينما نسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة. يعني مش أي مكان في الجنة وبس، لا، ده النبي دلنا على هذا المكان بالذات. لماذا؟ لأربعة أشياء أو لخمسة أشياء بالجمع بين الحديثين. الشيء الأول كما ورد في رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه سر الجنة. يعني إيه سر الجنة؟ يعني أفضل موضع في الجنة إلا درجة الوسيلة. اشمعنى إلا درجة الوسيلة؟ لأن درجة الوسيلة دي درجة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورد فيها حديث نقوله صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي. ثم تفيد التعقيب مع التراخي، يعني مش مجرد ما ينتهي الأذان نقعد نصلي على النبي عليه السلام، لا، ندعو الدعاء ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى أو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو صلى الله عليه وسلم، لكنه التواضع منه صلى الله عليه وسلم. قال: وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى لما تسأل المولى عز وجل الوسيلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بذلك يكون سببا في أن تفوز وأن تفوزي بشفاعة النبي يوم القيامة. نرجع للحديث: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه سر الجنة، يعني أفضل موضع في الجنة. وقلت إلا إيه؟ إلا درجة الوسيلة التي هي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نروح بقى الرواية الثانية التي رواها الإمام البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة. في الجنة دي 100 درجة. طبعا النبي لا يقصد ان الجنة ما فيهاش غير ال100 درجة ديت، وإلا فدرجات الجنة عظيمة جدا. مش في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، أي ارتقي في درجات الجنة. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، أي كنت تحفظها، كما قال الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة. فكلما حفظت آية وكلما حفظت آية ارتقيت درجة في الجنة. ولذلك قال بعض أهل العلم أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن. يبقى هنا النبي لا يقصد ان الجنة ما فيهاش غير ال100 درجة، لكن قال لك ال100 درجة دول بالذات أعدهم الله للمجاهدين في سبيل الله. وضحت كده المسألة؟ يعني ال100 درجة دول بتوع المجاهدين في سبيل الله. إنما الجنة فيها درجات عظيمة جدا ودرجات لا تخطر على قلب بشر. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين، يعني ما بين الدرجة في الجنة والدرجة اللي فوقيها مسيرة 100 عام. يعني إيه مسيرة 100 عام؟ يعني أنا النهاردة لو عايز أقيسها بخطوة البشر لا، يبقى أنا مخطئ. إنما هي تقاس بسرعة الخيل السريع الذي لا ينقطع أبدا عن السير، تمام؟ أو عن العدو أو الجري. يعني لو ركبت فرس سريع جدا لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى راحة ولا إلى نوم، سيستمر في الجري لمدة 100 سنة يدوب يوصل من الدرجة دي للدرجة اللي بعدها، تمام؟
يبقى إذا نرجع لحديث البخاري: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه بقى؟ قال لك للمميزات العظيمة التي ستذكر الآن. تمام؟ قال: فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وده واضح أن الفردوس واخدة مساحة كبيرة جدا من الجنة، لأنها واخدة من وسط الجنة ومن أعلى الجنة. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وبعدين ومنه تفجر أنهار الجنة. كل أنهار الجنة تتفجر من الفردوس الأعلى. لكن أجمل ميزة بقى قال: وسقفه عرش الرحمن جل وعلا، اللي هو بقى اختار الجار قبل الدار. شوف يعني في أقرب موضع للعرش هو موضع الفردوس الأعلى. سبحان الله. يبقى إذن إحنا بنسأل ربنا الفردوس الأعلى ل5 أشياء. الحاجة الأولى أنه سر الجنة، يعني أفضل موضع في الجنة. قلت إلا إيه؟ إلا درجة الوسيلة. يبقى أفضل موضع في الجنة اللي هو سر الجنة. الحاجة الثانية أوسط الجنة، وبعدين وأعلى الجنة، وبعدين منه تفجر أنهار الجنة، والخمسة وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والكلام هنا للرجال والنساء. فلما نسأل الله الجنة ما نقولش يا رب دخلني الجنة ولو حتى ورا الباب، ما ينفعش يتقال الكلام ده. ما اقولش يا رب دخلني أي حتة في الجنة، إنما خلي همتك عالية لأنك تسأل الكريم سبحانه وتعالى. فنقول: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، كما دلنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان في 5 أشياء جميلة في الفردوس: سر الجنة، أوسط الجنة، أعلى الجنة، منه تفجر أنهار الجنة، سقفه عرش مالك الملك وملك الملوك. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة في هذا العام: كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ الدكتور محمود المصري أبو عمار. أكثر من 1900 حديث تم شرحها بأسلوب سهل وميسر في 7 مجلدات فاخرة. شرح رياض الصالحين هدية للعلماء وطلبة العلم ولعامة المسلمين، كتاب لا يستغني عنه بيت مسلم أبدا. للحصول على الكتاب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 010 20 10 2300، أو اتصل على 010 20 10 2400.